باقول لكم، في ترند كده عامله بلبن جديد اسمه الفزع، بيقولوا حلو بس سعره جامد جدًا، جدًا، وكمان بيقفوا عليه طوابير وبيحجزوه قبلها بأيام، وعيالي عايزين يجربوه، قُلت لهم: "أبدًا، ده أنا هاعمله ببيضتين وهيطلع معانا تحفة." وهاقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة، بس ما تنسوش تدعموني تدخلوا الصفحة بتاعتي وتعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش إن أنتم تشيروه لكل أصحابكم وتقولوا لي رأيكم، وأنا هاقول لكم بمنتهى الصراحة طعمه عامل إيه ويستحق التجربة والّا لأ. صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول حاجة إن إحنا بنجيب هنا أهوّة كوباية إلا ربع من الحليب يكون مغلي، وهاجيب 400 جرام من الشوكولاتة الخام أو شوكولاتة بلبن. آآ وهاجيب معلقتين من الكريم شانتيه دوبتهم مع اللبن، ما باحطش سكر وما باحطش أي حاجة، طبعًا سخونية اللبن مع التقليب هتسيح الشوكولاتة ويا ريت بقى إنها تكون برّه المطبخ، يعني برّه التلاجة عشان تسيح بسرعة. طب ما ساحتش معايا هاخدها على الميكروويف ثواني كده، أو على حمام مائي أو على النار يا دوبك تبقى شمعة، هتطلع معانا زي الفل. خلّصت الجناش بتاعي هاركنه على جنب، هاجيب هنا أهوّة كوباية إلا ربع من المَيّة، ولازم الكوباية تبقى زي بعض، ونُص كوباية من الزيت يكون نوع نضيف وأحطه على النار لحد لمّا يغلي معايا. هاجيب هنا أهوّة كوباية ونُص بالكوباية المعيارية من الدقيق، لازم أنخله كويس جدًا عشان أدخّل فيه هوا ويطلع معايا هش. هاحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان هابتدي إن أنا أحط 4 معالق من الكاكاو الخام يكونوا هرميين، يعني تكون المعلقة هرمية أو نُص كوباية زي ما تحبوا، يكون نوع حلو أوي ويا ريت يكون أسباني عشان تطلع كيكة جودتها حلوة. هاركنه على جنب، هاجي في الخلاط أو الشفشق هاضرب كوباية من السكر، عليها 2 بيضة بحرارة المطبخ، عليها شوية من الفانيليا ومعلقة من الخل، وهاضربهم لحد لمّا السكر يدوب معايا. ممكن أعمل الخطوة دي على إيديّا ما فيش أي مشكلة، ممكن أضربها في الخلاط بالهاند بلندر، أهم شيء إن أنا عايزة السكر إن هو يدوب معايا. أول ما السكر يدوب أنا حطيت هنا رشة من الملح على الدقيق والكاكاو، هابتدي إن أنا أنزّل الخليط اللي في الخلاط، بس أتأكد إن السكر بالذات لو هو حبيباته تخينة، يعني ده سكر تومين فحبيباته بتبقى تخينة. هابتدي إن أنا أقلّبه، هتحسّي إن الخليط معاكِ تقيل أوي، أوي مش عارفة تقلّبيه من تُقله، هو ده تمام. هاجيب هنا أهو كيس من النسكافيه أو لو عندِك معلقة نسكافيه حطّيها على المَيّة والزيت اللي بيغلوا، ويا ريت ما نحطّوش على النار كتير عشان ما يتبخّرش السوائل بتاعتنا، يعني يا دوبك على بال ما بتشغّلي كده الحاجة تكوني مشغّلة النار عليه. هتنزّليه هيأثّر في البيض؟ لأ، هيأثّر في الحاجة؟ أبدًا، عمره ما هيأثّر في أي شيء. معلقة النسكافيه دي الصغيرة بتعزّز طعم الشوكولاتة أو الكاكاو وبتخلّيه حلو. هاجيب صاج 30 في 40 وحطيت فيه ورقة من الزبدة ودهنتها عشان خاطر ما تلزقش معايا، وهافردها على الصاج 30 في 40. أنا عايزاه ما تطلعش معايا عالية، بس عايزة سمك معين ويطلع مضبوط معايا، والمقادير دي مضبوطة جدًا، جدًا، والفادج بيطلع حلو أوي كيكة الفادج. باحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد معايا من 10 دقايق لربع ساعة، باختبرها بالخل بتطلع معانا طرية وهشة بطريقة خطيرة. هاجيب القالب، طبعًا أنا ما عنديش القوالب اللي هي بتاعتهم دي، عندي قالب الEnglish cake وعندي قالب صغير كده أو وسط حلو، قطّعتها بالمقاس وهابتدي هنا أهوّة جِبت كوباية من الحليب هاحط عليها معلقة من الجناش، ممكن تحطّي كاكاو ما فيش أي مشكلة وما تحطّيش سُكّر، السُكّر بتاعها مضبوط بالمسطرة، تمام. هنا الكريمة لو أنتِ مثلًا عايزاها لونها فاتح وأنتِ جايباها اللي هي الdark ممكن تزوّدي كوباية من الكريم شانتيه وتضربيها، أنا ما زوّدتش، أنا عايزاها كده أهوّة، حطيت بس هُم إيه، معلقتين 3 من الكريم شانتيه وقلّبتهم من غير ضرب في بتاع. هاحط طبقة من تحت كده في الأرضية، وبعد كده أحط الكيك وأشرّبها بالتشريبة، وبعد كده أحط طبقة تاني من الجناش، ونكرر العملية طبقة ونسقيها اللبن الكاكاو، ونحط الجناش بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده، عملت معايا 3 طبقات، لإن دي صينية كبيرة بتاعة الEnglish cake. هابتدي أسقي، وحسيت إن الحروف كده محتاجة تتزنّق فيها حتت عشان لمّا آجي أحط الجناش من فوق، وهي بصراحة الطبقة كانت عالية على الصينية، يعني زي ما أنتم شايفين كده الطبقة كانت عالية، فما حبيتش إن أنا أزوّد أي حاجة تاني.
حطيت بس الحروف وضبطت الشكل زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهتبتدي ان انت تحطي، لو عندك بسكوت اوريو بتفتفتيه، ما عندكيش لو عندك كورن فليكس بالشوكولاته فتفتيه. هو المفروض ان هو الاصل بتاعها اللي هو الفيوتين بتحطيه، فانا مش هروح اشتري فيوتين عشان احطه، فانت اعملي بدايل، يا اما بسكوت اوريو تكسريه بايدك وتحطيه، يا اما مثلا ايه الكورن فليكس بتكسريه برضك بايدك، بتدي طبقه كرانش كده وحلوه. حلوة أوي، أوي، وشكلها حلو جدًا. أنا طبعًا ما استنيتش إن أنا أحطها في التلاجة، أنا عيالي مش مستحملين إن هُم قاعدين فوق راسي مستنيين يجربوا، فطبعًا ما دخلتهاش التلاجة. المفروض إن أنتِ بتدخليها التلاجة تتماسك شوية، عشان الكيكة بتبقى مسقية وكده. طبعًا أنا عايزة أطلعها من الصينية زي ما أنتم شايفين كده، باجيب أي حاجة بحرف كده عشان أعرف أطلعها، وهي طبعًا لسه طرية ولسه الصوص الجناش طري. فالمهم طلعتها وطلعت حلوة أوي، أوي، شكلها تحفة جدًا، حاسة كده إنها rich يعني في نفسها، غنية كده بصوص الشوكولاتة. الكيكة بالشوكولاتة صراحة قنبلة. هي هتعمليها ببيضتين بس قنبلة قنبلة، يعني لا هياخد حتة يعني. عايزة اقول لك كده دمار شامل. حلوة جدا جدا وجميلة جدا، ومش هتكلفك ان انت تروحي تقفي بيها طوابير عشان تشتريها بمبلغ وقدره. عرفت ان الحجم الصغير ب 125 والحجم الكبير معدي ال 400 جنيه، فانت على ايه بيضتين وهتعملي كمية حلوة قوي هتعجب ولادك. ولو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وتقولي بتشاركيني وبتتابعيني من انهي بلد. وكمان اتمنى منك تدخلي الصفحة وتقيمي المحتوى، ولو عجبك اي فيديو اعملوا شير واعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم.